يلا نجرب الماسكارا مع بعض. الماسكارا دي من نوت. طبعا احنا عارفين نوت براند ايطالي. الماسكارا سودا وهي واتر بروف، والمفروض ان هي واتر بروف جدا، فهنشوف ده مع بعض. هي مكتوب عليها ان هي فوليوم 1 تاتش، بتدي فوليوم ومن اول كوت يعني. سعرها كان 300 جنيه، صلاحيتها 6 شهور زي اي ماسكارا يعني. خلوني اوريكم شكلها برضو من جوه وشكل الفرشة بتاعتها. ده شكلها، دي العلبة. تمام. ودي الفرشة بتاعتها. خلوني بقى ايه نجرب. هو ده الفرق اللي بتعمله الماسكارا دي ومن كوت واحده بس. انا عايزه اقول لكم كمان على الكاميرا مش باين، انا على المرايه شكلي يخوف يعني. انا مش عايزه احط تاني عشان يبان في التصوير، لان في الحقيقه اوفر جدا. ومن النوع اللي بيفرق الرموش، مش بيكتلها ويلزقها في بعض، يعني سهل ان انتي تفرقي رموشك. وانا تحت يا دوب لمست بس بالماسكارا عشان برضو ما بقاش عفريته فهنا ما زودتش قوي، بس هي تحفه. خبطت مني هنا وانا عشان مستعجله ما استنتش عليها تنشف خالص، هي مش بتنشف بسهوله. ف يعني لو خبطت مني هنا هصبر خالص عشان اشوف هي فعلا بتسيب علامه ولا بتتقشر وتتمسح بسهوله كده بالقطن. فعلا على الكاميرا مش باينه، هحط لكم صوره لازم علشان تشوفوا شكلها على الطبيعه. خبطت برضو هنا وفي هنا اهو، لسه ما نشفتش، مش بينشف بسهوله مع اني بقالي دقيقتين 3 بهوي. هسيبها خالص في الاخر واشوف هتطلع بسهوله ولا لا. عايزه اقول لكم ان هي بتطول وبتكثف، مش بتكثف بس. مش قادره اصبر اكتر من كده الصراحه عشان ما اتاخرش على الشغل. يعني هي احسن شويه بس برضو سايبه علامه. مش سهل ان هي تتمسح وما تسيبش اثر لو خبطت منك في اي حته، فخدي بالك. هو هنا احسن من هنا لان انا هنا صبرت وقت اطول، بس برضو في شادو خفيف كده، فما هي تتظبط بكومباكت باودر يعني. بس برضو بقولك كده انا خلصت ونازله. ما حطيتش اي حاجه في عيني غير الماسكارا، مفيش ولا كحل ولا ايلاينر. مش عايزه داري لا على شكلها ولا عشان لو في حاجه مثلا ساحت او من العرق او هشوف ايه الدنيا ما بقاش ظلمت الماسكارا، يعني هي لوحدها. هنا في طريقي للشغل والمسكرة حطها من الصبح لحد بالليل، هتشوفوا التطورات بتاعتها دلوقتي. خليني اقول لكم المميزات. الفيديو ده اكتر واحد موضح الافكت اللي بتعمله المسكرة في الرموش، قد ايه بتطول وبتكثف ومفرقة الرموش عن بعض، مش مكتلين كده وملزقين، فهي شكلها تحفة. الثبات بتاعها بقى ضد المية والنار واي حاجة تتخيلوها. انا هنا كنت خلصت الميك اب للعروسة واظن واضح على بشرتي قد ايه عرقت، والدنيا كانت حر، الاوضه ما فيهاش تكييف، لكن المسكره صامده، ما فيش تنتوفه مهببه في اي حته، فهي ثباتها فظيع. هديها 8 من 10. ليه؟ اول حاجه هي لو خبطت منك بالغلط في اي حته صعب انك تصلحيها، لازم تستني كتير قوي لانها مش بتنشف بسهوله، ولو مسحتيها قبل كده هتبقى سايبه علامه كده شادو. لازم تصلحيه بقى بكومباكت باودر او بقطن عليها ميك اب ريموفر، فهي مش العمليه قوي اللي تستخدميها بسرعه وانتي مطمنه. تاني حاجة سعرها 300 جنيه، ويمكن في حتت تاني تلاقي في تفاوت أغلى أو حاجة. ده سعر مش متناول في إيد كل البنات، هو في المعقول، بس برضو يعني خصوصا ان هي ماسكارا 6 شهور وهتترمي ووتر بروف، فانتي مش هتستخدميها كتير غير في المناسبات أو حاجة عشان تحافظي على رموشك، فممكن ما تكونيش استفدتي منها أكبر قدر يعني. فده رأيي وشكرا.